مساء السعادة على متابعيني الغاليين في كل مكان، يا رب تكونوا بأفضل حال. في الفيديو ده هتكلم عن حلقة يوم السبت من مسلسل رحلة لكشمي. تعالوا نبدأ الفيديو عشان نشوف ايه تفاصيل الحلقة. في حلقة يوم السبت هتبدأ بأنه هيخبر في نيدار الجدة والجميع بأن ملكشة ستتزوج من فراج، وجميعهم هيكونوا سعداء للغاية، ولكن سونا هتكون مصدومة. هتأتي ملكشة هناك، وطبعا لكشمي هترحب بيها وهتسأل لماذا هي بتبدو مستاءة. ملكشة هتقول ان كل مشاكلها هي بسببها، ولكشمي هتسألها عما فعلته. هتقول ملكشة بان عم فراج بيريدها ان تتعلم كل شيء منها، وهيأتي فراج وجده ايضا، وطبعا فراج هيقول للجميع ويخبر ملكشة بان العم بيريدها ان تتعلم صنع الحلويات من لكشمي، ثم تدعوهم ملكشة جميعا لحضور حفل الخطوبة. هيقول داود ان على ريشي ولكشمي القيام بالحفل بأكمله، وهيسأل فراج وملكشة الجد وهيطلب منهم كمان الجلوس. وطبعا هيكون السؤال لفراج لماذا يبدون مصدومون من أخبار جديدة جدا، وهيهنئ الجميع فراج وملكشة. وطبعا هتطلب نيلام من ملكشة أن تأتي معها. وطبعا داود هيسأل في نيدار كيف حالفه الحظ وعثر على فتاة زي لكشمي لابنه. كاريشما هتطلب من قيران انها بتريد التحدث معه، ولكشمي هيعطي الماء لريشي، وهتقول الجدة بان ريشي بيتظاهر فقط حتى تعتني به لكشمي. وطبعا اهانا وديفيكا بيضايقان ريشي ولكشمي، وهيقول لهم عيوش الا يضايقوا ايام امام الكبار. دي احداث الحلقة اللي هتنزل يوم السبت. اعرفوني رأيكم بالاحداث دي، عجبتكم ولا لا؟ شكرا لكم على المتابعة، وانتظروني في كل جديد.